خلي بالك إن من أصعب البيعات اللي ممكن تبيعها في حياتك عموما هي بيعة التلي سيلز. وأنا دايما بقول إن بيعة التلي سيلز هي من أكتر البيعات اللي بتكون فيها تعقيد بشكل كبير لسبب. إيه هو السبب ده؟ إن أنت بتبقى بتكلم العميل وأنت أصلا مش شايفه. يعني لما بتيجي مثلا في دايركت سيل البيع المباشر، لما بيبقى العميل قاعد قدامك أو أنت قاعد قدامه في شركته، بتقدر تحكم عليه عن طريق أكتر من حاجة، عن طريق البادي لانجوج، طريقة حركاته، طريقة كلامه، انفعالاته، طباعه، شكل هيئته، أسلوبه. حاجات كتير جدًا ممكن تخلّيك تبني علاقة بينك وبين العميل وتقدر تفتّح معاه أكتر من موضوع. بالعكس، ده هي بتدّيك أسلحة تقدر إن أنت تستغلّها في إتمام عملية البيع. يعني لو لقيت العميل منفعل بشكل كبير، باين على تعابير وشه إن هو منفعل، رغم إن ممكن يكون تون صوته ما فيهوش انفعالية والعميل ده قاعد قدامك، أنت ممكن بأسلوب حواري تاخد العميل من الhigh impression للlow impression، يعني تخلّيه الموضوع ينزل معاه تدريجيًا وتهيّئه نفسيًا إنه يتكلم معاك ويتفاعل معاك في المنتج أو الخدمة اللي أنت بتقدمها. لكن العميل اللي أنت بتكلمه عن طريق التليفون، العميل ده أنت مش شايفه وهو مش شايفك. يعني كل علاقتك بينك وبينه هي علاقة صوت وكلام أنت بتقوله هو بيسمعه، وكلام هو بيقوله أنت بتسمعه. وهنا بنقابل مشكلة كبيرة جدًا، ألا وهي إن الانفعالات اللي بتبان على وش العميل وهو بيكلمك أنت مش شايفها، لكن أنت سامع نبرة صوته. في ناس كتير جدًا ممكن تخدعنا بنبرة الصوت، إن هو نبرة الصوت تبان إن هو شخص هادي أو هو هادي وهو بيكلمك، لكن هو في تعبيراته هو مش مهتم أصلًا بكلامك، بل بالعكس ده هو ممكن يكون بيسخر من الكلام اللي أنت بتقوله، وممكن يكون بيجاريك في الكلام. وده للأسف بيقابله كتير من الsales الخاصة بالreal estate تحديدًا، إن ممكن يكلم حد مثلًا cold call، ودي مكالمات بتبقى صعبة ورخمة جدًا، إن أنت تكلم عميل هو already مثلًا ما يعرفش أنت مين ولا عايز منه إيه، وممكن يكون هو أصلًا مستواه المادي لا يصلح تمامًا للمنتج اللي أنت بتعرضه عليه مثلًا بالنسبة للreal estate، وأنت بتكلمه بتعرض عليه المنتج ده، ويكون هو فاضي. فهيقعد يجاريك في كلام ويفضل يسألك في أسئلة وعايز يسمع منك، وهو أصلًا حد لا يمكن إن هو يشتري منك، لأن هو مستواه المادي أقل بكتير من المنتج اللي أنت بتعرضه. وممكن يكون هو بيسخر من كلامك ومشغّل المايك كمان وقاعد بيجاريك في الكلام وبيسمّع الناس اللي حواليه. في الحالة اللي زي دي أنت ممكن تعمل إيه؟ في الحالة اللي زي دي ممكن يكون السلاح ده بالنسبة لك سلاح مهم جدًا، ألا وهي أنت ممكن تقدر تحوّل العميل ده لpromoter في ثانية. بمعنى، أنت بتكلم دلوقتي العميل زي ما أنا وضّحت لك، العميل ما كانش قاعد قدّامك، أنت العميل بالنسبة لك عميل تليفون، أنت قاعد بتتكلم مع العميل، ألو مساء الخير، مع حضرتك مثلًا كذا من شركة كذا، وباكلم حضرتك في 1، 2، 3، 4 أيًا كان الطريقة. أنا ما باتكلمش دلوقتي على الstart call تكون إزاي، دي عايزة موضوع لوحده. ولكن أنا باتكلم دلوقتي إزاي أحوّل عميل ممكن يكون not interest بكل المقاييس، إن يكون عميل interest، أو بمعنى أصح إن أنا لو مش هاقدر أخلّيه هو نَفْسه يشتري، أخلّيه يقدر يسوّق لي المنتج بتاعه من غير ما أنا أطلب منه. الموضوع ده بيقدر عن طريق إن أنت تنقل الموضوع للغة حوار. يعني إيه تنقل الموضوع للغة حوار؟ مش لازم كل كلامك يكون بتتكلم فيه عن مميزات مشروعك، أو إيه أكتر الفاسيلتيز اللي موجودة داخل المشروع، أو أنت إزاي سعرك كويس وإن إزاي المقدم بسيط بلا 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 بلا. لأ، لازم تحول الموضوع في لغة حوار. بمعنى، يعني لازم تسأله إيه المنفعة اللي ممكن تعود عليه عن طريق المنتج أو الخدمة اللي أنت بتقدمها. وخلينا نتكلم تحديدا دلوقتي مثلا في الريل استيت على سبيل المثال. لو أنت بتتكلم في مشروع هو الأكثر إن هو انفستمنت، مثلا حاجة تجاري أو إداري، وبتكلم مع عميل في التليفون كولد كول، وقدرت انك تفتح لغه حوار مع العميل، مع ذلك ان العميل اوريدي مش مهتم بس هو بيسمعك. بيسمعك من باب ان هو فاضي عايز يسمع، بيسمعك من باب السخريه، بيسمعك ان هو حابب يسمعك، ان انت شديته بهوك معين فحابب يسمع منك للاخر، بس هو اوريدي هو عميل مش مهتم، او بمعنى اصح مستواه المادي اقل بكتير من ان هو يكون حد مستثمر. شخص عادي جدا، ربنا يوسع رزق الجميع، بس هو معهوش الامكانيه ان هو يستثمر. ازاي تستغل العميل ده؟ بشكل بسيط جدًا، ابتدي خُش معاه في لغة حوار. يعني اسأله أسئلة مفتوحة مش أسئلة مُغلقة. السؤال المُغلق هو السؤال اللي دايمًا بيكون إجابته بنعم أو لأ، كده أنت أثرت الحوار بينك وبين العميل. لكن لمّا تسأل، اسأل سؤال مفتوح. يعني إيه تسأل سؤال مفتوح؟ يعني اسأل العميل بشكلٍ ما، حضرتك محتاج الunit اللي إحنا بنتكلم فيها دي
ليه؟ هيبتدي يرد عليك. رده اللي هيرد عليك ده انت هتقدر تفهم منه العميل ده فعلا جد ولا لا. يعني اللي هو بيسمع وخلاص يجي يقول لك والله انا بعرف، انا باخد فكره. هرد ساعتها، الرد يكون بايه؟ تمام، مفيش اي مشكله، جميل جدا. طيب الفكره اللي حضرتك عايز تكونها عن المشروع بتقيسها بناء على ايه؟ يعني حضرتك مثلا بتدور على حاجه يكون سعرها قليل والاستثمار فيها مثلا على المدى البعيد، يعني انت عايز تشتري حاجه دلوقتي وتبيعها قدام، ولا انت عايز تشتري حاجه تقدر تاجرها بشكل سريع، يعني لما تيجي تتعاقد عليها النهارده اقرب وقت ممكن تقدر ان انت تاجرها وتستفاد مثلا من الربح بتاعها، ما يبقاش الموضوع بيع بس، لا الموضوع انت عايز ده يخش في ريتيل، ولا حضرتك بتسال على الموضوع بشكل عام؟ طيب إن هنا أنت اديته اختيارات في النقاش في الموضوع نفسه حوالين أنت عايز تبيع البيعة إزاي. بمعنى هتقدر تعرف من كلامه الراجل ده عايز يشتري اليونتس دي كاستثماري، كهو عايز يحط فلوسه مثلا معينة مثلا في مبلغ في حاجة معينة ويركنها. العقارات كده كده بتزيد، ولو ما بتزيدش فهي بتحافظ على مبلغ، بتحافظ على قيمتها، فتحافظ على القيمة. ولا هو راجل اوريدي بيشتري في اكتر من مكان وبيشتري الهدف الايجار، يعني هو بيشتري عارف هو بيشتري فين بالذات علشان الحاجه دي بعد كده هيأجرها، الايجار هيجي له منه انكم كذا، هيجي له عائد كذا. وخصوصا ان في شركات عقارات دلوقتي اصلا كتير جدا بتقدم خدمه ان هو اوريدي انت بيتعاقد معاك على يونت وهو كمان بيأجر لك، الشركه نفسها بتأجر لك، فدي شيء كويس جدا. هنا بتبتدي تفتح مع العميل علاقه في ان هو يخش معاك في حوار وتعرف منه ايه اكثر منفعه هو ممكن يكون محتاجها. طيب لو احنا وقعنا في عميل اوريدي هو مش مهتم، عميل بيسخر في التليفون، عميل عايز يسمع وخلاص، عميل بيسمع عشان فيما بعد لما ربنا يكرمه مثلا كمان سنه 2 10 ايا كان ممكن يبقى خد فكره عن مجال العقارات بيبقى ماشي ازاي. العميل ده انا اقدر استغله ازاي واستفاد منه ازاي؟ وده العميل اللي بيكون صعب بشكل كبير، او بمعنى صح العميل اللي دايما بيتقفل في التليفون، انا مش مهتم انا مش مهتم. العميل ده انت ممكن تخليه هو نفسه يسوق لك عن طريق قاعدة العملاء اللي حواليه، مديره في الشغل، زميله في الشغل، رئيسه في الشغل، حد من اصدقائه اوريدي قدرته الماديه مناسبه للمنتج اللي انت بتقدمه. كل ده شيء كويس جدا، لان اسهل وسيله تقدر تبيع بيها اي منتج او خدمه هي الورد اوف ماوث، الكلام اللي بيتنقل بين الناس. طب انا ازاي اقدر اخلي العميل ده تحديدا اللي هو ما عندوش قدره للشراء يتحول معايا الورد اوف ماوث ويرشح لي عملاء؟ اول حاجه لازم تركز عليها ان انت ازاي تقدم للعميل ده منفعه، المنفعه دي تعود عليه بالمكسب عن طريق ان هو يرشح لك او يجيب لك عملاء. ودي حاجه هنا بتبقى راجعه اولا للشركه اللي انت شغال جواها. هل الشركه دي ممكن تقدم كوميشن للريكومنديشن؟ يعني هو مثلا ممكن العميل ده يطلع منك بعموله ما ماديه في سبيل ان حد تاني عن طريقه اشترى. لو الشركه بتقدم لك ده فده شيء جميل جميل جدا 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 وتقدر تستغله في البيع. ان انت خلاص عن طريق السؤال اللي هو لغه الحوار ان انت فتحت معاه مجال بتساله انت مهتم باليونت دي ليه؟ هل مثلا ده استثمار بشكل كبير، ولا حضرتك مثلا مهتم عشان عايز تعمل فيها ادخار لمبلغ، ولا عايز تأجرها، ولا سؤالك بخصوص ايه بالظبط؟ مجرد ان انت سألت الأسئلة دي هيبتدي تفهم من كلامه لو كان هو اوريدي حد معاه عنده قدرة مادية وفعلا بيدور على استثمار، ولا حد بيسمعك وبس. طيب احنا بنتكلم على مين اللي بيسمعك وبس؟ في الحالة اللي زي دي هتبتدي تتكلم معاه بلغة حوار تانية. طيب حتى لو احنا ما عندناش القدره حاليا ان احنا نستثمر في ريال استيت، ايه المشكله ان احنا نكسب من الموضوع نفسه بطريقه غير مباشره؟ ازاي؟ هقول لحضرتك ازاي. تعرف ان الشركه عندنا عامله اسلوب جميل جدا 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 بتساعد ان احنا نقدر نبني علاقات بيننا وبين العملاء، لان العلاقه بيني وبين العميل مش مجرد علاقه بيع وشراء، العلاقه بيني وبين العميل لازم تكون علاقه مستمره وعلاقه منفعه متبادله. يعني لازم اكون دايما في علاقه ترابط بيني وبين العميل واقدر ان انا انفعه بشكل كبير جدا. طيب الكلام ده بيتقال ازاي؟ بشكل بسيط هقول للعميل انا اقدر ان احنا نقدر، انا اسف بلاش انا، بلاش وانت بتتكلم على العميل تسكت تقول انا دي، لا قول احنا نقدر سوا نوصل مع بعض لاكبر عائد او اكبر مكسب ممكن حضرتك تكسبه عن طريق الاستثمار بطريقه غير مباشره. الا وهي لو في اي حد من قاعده المعارف اللي حضرتك تعرفها او من قرايبك او ايا كان حضرتك شايف ان هو ممكن يكون عنده القابليه للشراء، بنقدر ان احنا نتواصل سوا وحضرتك بتعرفنا عليه وبنبتدي نعرض عليه الموضوع بشكل مباشر. ولو هو اوريدي مهتم وخد قرار الشراء حضرتك بيطلع لك هديه بسيطه على نوع من انواع الكوميشن كهديه بسيطه لحضرتك
مقابل ان العميل اللي حضرتك مشكورا رشحته لنا لشركتنا اشترى من عندنا. بس علشان نقدر نعمل ده، أنا حابب أتكلّم معاك بشكل بسيط جدًا عن المشروع وعن أهميته، وإن إيه أكتر مميزات موجودة في المشروع حضرتك هتقدر تصنّف بيها بنَفْسك إن المشروع ده ممكن يكون مناسب لمين من القاعدة الجماهيرية اللي حضرتك تعرفها، أو بمعنى أصح من قرايبك، صحابك، مديرك في الشغل، زمايلك وهكذا. وبالطريقة ديّة هتقدر حضرتك تكسب حاجتين. أول حاجة إنك فعلًا هتفيد الشخص اللي أنت هتكلمه عن المشروع بتاعنا إفادة كبيرة جدًا، 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 لإن دي فعلًا فرصة لا تعوّض. حضرتك عارف إن الأسعار بتزيد في حاجات كتير جدًا، جدًا في حياتنا، مش بس في real estate، ده الدهب عمّال يعلى، العقارات بتعلى، اللبس بيعلى، الأكل بيعلى، البنزين بيغلى، كل حاجة بتزيد. فالشخص اللي حضرتك بتحبه اللي هو من معارفك أو من قرايبك، وهو already عنده قابلية إنه ممكن يستثمر، أو عنده القدرة وما استثمرش قبل كده، لمّا تقدر ترشّح له فرصة زي دي مهمة جدًا هتعود عليه بالنفع دلوقتي وهتعود عليه بالنفع بعدين، فأنت كده قدّمت له منفعة كبيرة جدًا يمكن تكون أحسن من إن هو يحط فلوس دي في بنك. يبقى أنت كده حضرتك أكيد بتحبه، فبتقدّم له خدمة. كلام جميل جدًا. الحاجة التانية إن حضرتك نَفْسك هتستفيد بشكل بسيط جدًا، 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 إن تقديرًا لترشيح حضرتك للعميل دوّة، إحنا هنقدّم لحضرتك مثلًا commission معيّن أو حاجة معيّنة. أنت هنا وصّلت له إن هو هيكسب عن طريقك، ففي دي منفعة، وفي نفس الوقت وصّلت له إن هو مش بيبيع لصاحبه أو أخوه بس عشان هو يكسب، لأ، ده أنت وصّلت له إن المنفعة اللي صاحبه أو قريبه أو مديره في الشغل هيحصل عليها نتيجة شرائه أكبر بكتير من المنفعة البسيطة جدًا، جدًا اللي هو ممكن يحصل عليها كهدية من الشركة بتاعتك، مقابل إن العميل اللي هو رشّحه ده اشترى. دي وسيلة من الوسايل اللي أنت ممكن تستغلها في الcold call. بلاش تقفّل على نَفْسك وأنت بتتكلّم في الcold call تحديدًا مع العميل في حتّة إحنا الشركة الفلانية بنقدّم حاجة فلانية، حضرتك مهتم بالعقارات والّا لأ؟ حاول تخلّي الموضوع general شوية، يعني حاول بداية الموضوع تتكلّم مع العميل على أهمية الاستثمار بشكل عام، بس الكلام معاك ما يبقاش فيه رغي كتير، الsales اللي بيرغي كتير ما بيعرفش يبيع. لازم الكلام يكون مختصر، يعني ممكن في 20 ثانية أو في 30 ثانية تقدّم نَفْسك في أكتر من بأكتر من طريقة. يعني هتتكلّم معاه على أهمية الاستثمار بشكل بسيط، وإن إزاي ممكن حد معاه فلوس يستثمر فلوسه ديّة ب بأبسط الطرق أو بأسهل الطرق عن طريق الreal estate وتعود عليه بأكبر النفع. طب والشخص اللي ما عندوش فلوس وما عندوش قدرة للشراء يقدر برضه عن طريق شركتنا إن هو يستثمر ويستفيد برضه عن طريق الreal estate. فأنا حابب أتكلّم مع حضرتك أنهي واحد فيهم؟ هل حضرتك عندك القدرة أو بمعنى أصح تحب إن أنت تستثمر في real estate وتكسب عن طريق الreal estate أفضل من إن إحنا نحط فلوسنا مثلًا في بنوك، علشان الreal estate already بتحافظ على المبلغ، بل بالعكس ممكن المبلغ ده يفضل يكون بيجيب لي income عن طريق الretail بشكل سريع جدًا، 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 وبرضه وفي نفس الوقت القيمة نفسها للعقارات اللي أنا حاطط فيها فلوسي بتزيد، فأنا باكسب من الناحيتين. والّا ممكن أكون أنا already حاليًا في الفترة دي ما عنديش القدرة المادية، فحابب أقدر إن أنا أكسب على الاستثمار دي بطريقة تانية من غير ما أدفع فلوس. حضرتك تحب إيه فيهم؟ هنا أنت خلقت لغة حوار بينك وبين العميل. لو بنسبة 80% هو عميل ما عندوش القدرة الشرائية، هيبتدي يسمعك يقول لك طب أنا فعلًا في الوقت ده ممكن ما يبقاش عندي القدرة إن أنا أستثمر، بس أنا ممكن أكسب إزاي زي ما أنت بتقول من غير ما أدفع فلوس. لو هو عنده القدرة هيقول لك أنا ممكن الاتنين. أنا ممكن أستثمر وفي نفس الوقت أكسب من غير ما أدفع فلوس، هو في حد يحب يدفع فلوس؟ ما إيه المشكلة يعني ما أكسب من غير ما أدفع فلوس؟ قُل لي، ساعتها أنت هتفهم هنا العميل بتاعك ممكن يكون هو أنهي شريحة فيهم، وهتبتدي تتعامل معاه. فما تقفلش على نفسك احتماليات بيع، افرش نفسك أرضية، خلّي العميل يتكلم عنك، اشتغل بالword of mouth بشكل كبير جدًا، حوّل العميل لpromoter، شخص بيتكلم عنك، بيسوّق لك بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة. استغل كل رقم بييجي لك من الdata، حُطّها قاعدة في حياتك، خاصةً الsales الbeginner لمّا بتنزل أي شركة، الشركة صعب إنها تخاطر بإنها تدّيك fresh call على طول، fresh lead على طول، لإن الfresh lead دي أنت عارف إنها بتيجي عن طريق إعلانات مثلًا sponsor أو أيًا كانت الطريقة، فمدفوع فيها فلوس، هو بيحب إن هو يدّيها لحد experience شوية أو أقدم منك شوية. طب أنت عايز تخش في المرحلة دي، هو بيدّيك في البداية cold calls ويقول لك اشتغل عليها. الغرض هنا من أصحاب الشركات هو مش عايزك تبيع على فكرة من الcold call بشكل كبير، هو عايزك تتمرّن فيها، عايزك تتعلم، عايزك تقابل مشاكل كتير مع عُملا كتير وتحوّل المشاكل دي لحلول تقدر بعد كده لو قابلتك في الfresh call أو fresh lead تقدر تكون عندك الحلول دي ردودها سريعة،
التجارب اللي هتمر بيها مع الكولد كول هتسهل عليك كتير الفريش كول او الفريش ليد في المكالمه. يا رب ما اكونش طولت عليكم، وفي مواضيع كتير جدا في المرحله الجايه هنتكلم فيها. تابعوني سواء على الفيسبوك او على اليوتيوب او على التيك توك او على الانستجرام. تقدروا تتابعوني في اي وقت، واسف لو طولت عليكم وشكرا.